اللي ما تخيلتوش ان انا مش بس هعمل ميداليتين جولد، انا هعمل كمان رقم قياسي للدوره كلها باسمي وباسم مصر. دورة ألعاب البحر المتوسط هي نسخة مصغرة من الأولمبيكس. أنا لعبتها في 2018، كان سني صغير لسه وقتها. عملت سادس، طلعت على المدرجات. كان المفروض المنتخب كله بيمشي بباص كده، أنا هربت منهم وطلعت على المدرجات فوق. فيما لا يقل عن ساعة ونص أنا قاعدة بشوف كل التتويجات والميداليات وبعيط. بس أنا مش عارفة أنا بعيط ليه. أنا عارفة إنه لسه وعارفة، بس أنا بعيط. أنا بشوف الميداليات عناية مش قادرة. كان هو ده حلمي، ان انا ارجع واخد ميدالية في البطولة دي. كان في نوت كده كاتباها من 2021 في شهر 7. الوقت ده بالذات انا كنت متأهلة للأولمبيكس لأول مرة طبعا في التاريخ، وقبل السفر ب3 أيام جات لي إصابة. الإصابة دي منعتني ان انا اسافر. في اليوم ده بالذات انا كتبت نوت كده عبارة عن 3 صفحات وما كنتش فاكراها خالص. انا لقيت نفسي ان انا كاتبه ان 2022 هتبقى من انجح السنين في حياتي. كتبت ان اللي جاي لازم يكون صعب عشان الوقعه اللي انا وقعتها او الضربه اللي انا ضربتها ما ينفعش تعدي بالساهل. بس اللي ما تخيلتوش ان انا مش بس هعمل ميداليتين جولد، انا هعمل كمان رقم قياسي للدوره كلها باسمي وباسم مصر. انا مؤمنه ان اي حد في الدنيا وصل لحاجه انت تقدر توصل لها وتقدر تعديها طالما انت من جواك متاكد من كده. كابتن محمد عباس هو بيمرني من 2015، فشلني كتير وشاف دموعي بس من الوجع كتير. فلما خلصت وشفت ان هو بيبكي انا اتبسطت ان دموعه نزلت اخيرا في حاجه تفرح مش في حاجه موجعه. اول ما طلعت من المطار كل الناس اللي اعرفهم وما اعرفهمش تقريبا مصر كلها كانت في المطار، في ان انا في يوم اضايق الناس دي مثلا او ان انا ما استغلش حب الناس ده كله والدعم ده كله بشكل صح. ده كانت اكتر حاجه محسساني بالمسؤوليه. حلمي في العموم ان انا اجيب ميداليه اولمبيه باذن الله. باذن الله لو مش في باريس يبقى بعد باريس انا موجوده ان شاء الله لحد ما اجيب ميداليه في الاولمبيكس باذن الله.